تقدم طالب جامعي في سلك الهندسة بمراكش بشكاية ضد شرطية وزوجها، وذلك بسبب الاعتداء الذي تعرض له وهو في زيارة لمنزل عائلته بوجد، والمتمثل في السب والتهديد حسب نص الشكاية والفيديو الذي رصدته كاميرا عائلة المشتكي، والذي تم الإدلاء به لولاية أمن وجده. كان واحد الاعتداء صراحه شنيع، خاصه انه هذاك الشرطي والشرطيه جاو حتى المنزل ديال الاقامه وعنفوا يعني هذا الاخ من الناحيه النفسيه والماديه، وكانوا كيحاولوا يكسروا الباب ديال المنزل. اولا بدايه الشرطيه راه بانت الفيديو اللي عندنا كتبان فيه الشرطيه نازله من سياره الاجرجيه مباشره للباب ديال المنزل فين كيقيم الاخ، على خلفيه شكايه تقدم بها الاخ قبل نتيجه الاهانه ديالها ليه. وبطبيعه الحال هذاك النهار فاش عيطوا عليها المسؤولين ديالها خرجت من ولايه الامن وجات للدار، بدات كتهرس في الباب لتاخذ الزوج ديالها، وهذا تحدي خطير للقانون، ناهيك على السب والقذف وان السيده كتقول لنا هي القانون، والتهديد باستعمال الشفوي باستعمال السلاح الوظيفي. هذه الشرطيه المعنيه هي الزوج ديالها ما اكتفاوش بهذا الاعتداء هذا اللي كان الاربعاء الماضي، نهار الجمعه ايضا الماضي داروا عمليه اعتداء اخرى، انهم جاوا حدا الدار والكاميرا كذلك سجلتهم وبداو كيسبوا كيهينوا من حدا السرجم ديال البيت ديال المنزل فين كيقيم يعني بطبيعه الحال الضحيه. على اثر ذلك تم الاتصال بالرقم 19 ديال الشرطه، فعلا حضرات الشرطه لعين المكان وتم استماع الاخ ديالو كذلك يعني احد افراد العائله في اليوم ديال الاحد. صراحه هذا الاعتداء هذا الخطوره ديالو في البلاد ديالنا لا على الحقوق ولا الحريات ولا على حتى مصداقيه الجسم الامني في البلاد. طبعا حنا الملف ما غنوقفوش هنا اكيد جدا، الملف كبير بزاف وضخم وسيصل الى مواقع اكبر. وفي هذا السياق أصدر المكتبين التنفيذي والمسير للتكتل الدولي للوحدة الوطنية والجمعية المغربية متقش أرضي للدفاع عن الحقوق والحريات والائتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان بيانات تنديدية وتضامنية. بعد التوصل ديالنا بواحد الفيديو اللي ما كيعطيش واحد الصوره لرجال الامن بالمغرب. التعليمات واضحه ديال السي الحموشي صارت مجموعه ديال المراسلات لجميع الولايات في المغرب ان باش يتعاملوا مع المواطن. راه الصوره ديال الامن الوطني بالمغرب صوره جيده، ما يجيش واحد بوليسي او شرطيه عندهم ساكنين حدا واحد البوليسي. حنا بعيدا عن المجموعه ديال شي حاجات شخصيه بيناتهم، ولكن الاعتداء على طالب مهندس خلوق محترم جاي باش يشوف العائله ديالو بمدينه نزبه، باش تهبط واحد البوليسيه من السياره ديال الاجره وهزه الكسوه ديال البوليس الزير الرسمي ديالها وتجي مباشره، وهادشي موثق في الفيديو، انها تبدا تضرب في الباب وتقول له افتح انا هي القانون. شكون انت؟ وشكون الولايه ديال الامن ديال جهه الشرط اللي في وجده؟ نشكرهم جزيل الشكر انهم استقبلونا احسن استقبال، وانهم تعاملوا معنا واحد التعامل ديال الاخوه. القانون خاص يكون فوق الجميع. الشرطيه في الحقيقه اخترقت القانون، لانه هذا لا يليق بجهاز الامن، لان جهاز الامن له صوره ممتازه في المغرب. هادشي عيب وعار وما خصوش يكون. حنا الامن خصو يحمي المواطن من الدرجه الاولى. حنا ندين بشده ما وقع، لانه هاد الشرطيين كيضربوا في النزاهه نتاع الجسم الامني بالمغرب ككل، وفي النزاهه نتاع رجال الامن اللي ديما كيسهروا على سلامه المواطنين. وهذا واحد يعني كان واحد الفئه قليله اللي راها كتضرب في النزاهه نتاع الجهاز، وهذا اللي هو حنا نديت بشده ما وقع للسيد اللي جاء في زياره لعائلته هنا.